شوية كشري زي الكتاب ما بيقولوا عليه، حاجة فعلا فاخر من الآخر. ولا الدق، ولا شوية الحمص اللي نزلوا عليه. عايزة أقولك كشري جامد جامد جامد. ولا البصلة الذهبي اللي هخليكي تطلعيها ذهبي ومقرمشة من غير ما تتعبي فيها ولا تضايقك. ولا شوية الدقة، ولا الصلصة الحمراء، ولا العيش الذهبي دوت. عايزة أقولك كشري جامد. ليه بتقولوا على الكشري نشويات؟ مع ان الكشري مش نشويات خالص، فيه نسبة بروتين عالية. خلي بالكوا العدس والحمص فيهم نسبة بروتين عالية جدا. يلا نخش بينا على المقادير بتاعته. هنجيب ربع كيلو رز وربع كيلو شعرية. انا بعمل معادلة يا جماعة بين الرز والشعرية زي بتوع المحلات بره. وهتجيبي نص كيلو عدس بجبة، او نص كيلو عدس ابو حبة سمرة اللي ما يعرفوش. تمام. ونجيب بعد كده بنخش بقى على البوتاجاز على طول. والمقادير بتاعته: هنجيب حلة، هنحط فيها معلقة توم كبيرة قوي بس ما نحمرهاش. هننزل بمعلقة كزبرة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون. الكشري ملوش توابل، الكشري هي دي توابله اللي هي الكمون، الفلفل الاسمر، الكزبرة. وننزل عليهم بالصلصة بتاعتنا. طبعا انا كنت عاملة فيديو لتخزين الصلصة قبل كده، وهترجعي له هتلاقيه. تمام. مش مخزنة، ضربي شفشقوطة وحطيه. بس خلي بالك لازم الطماطم بتاعتك تكون حمراء. لو مش حمراء حطي معلقة بابريكا، لو حمراء خلاص ما تحطيش معلقة البابريكا. تاني حاجة طبعا محمرين الشعرية بتاعتنا، وهننزل بالرز وحاطين زيت يا جماعة، مش حاطين سمنة. الكشري طبيعته بيتعمل بزيت. تمام. بيتعمل بايه؟ بزيت. اللهم صل على سيدنا محمد. ونفضل نقلب فيه كل شوية، ماشي، لحد ايه ما نتشرب الزيت للرز والشعرية، عشان الرز والشعرية ما يعجنش معانا في قلب العدس. وهننزل بالعدس بتاعنا. العدس نوعين: في عدس بلدي وفي عدس افرنجي. لو عدس بلدي بيتنقع قبلها 4 ساعات في مية سخنة عشان يبقى استوى 3/4 سوا، عشان لما نحطه مع رز والشعرية ونحط المية السخنة بتاعتنا بعد كده ياخد سوا كله مع بعضه. تمام. وبعد كده نحط الملح بتاعنا وننزل عليه بالمية السخنة. انا قلت لكم كذا مرة انا بسوي الاكل بتاعنا بالمية السخنة. تمام. ونحط الملح ونحيقه تحييقة كويسة علشان ما يبقاش دلع. وبعد لما يتشرب نوطي عليه زي دمعة العين. نمشي مع بعض يا جماعة الخطوات علشان ايه ما الحاجة ما تبصي مننا. نرجع تاني نقول لازما العدس ننقعه 4 ساعات لو عدس بلدي. لو عدس فرنجي ما بيتنقعش عشان ما بياخدش سوا. وهنقلب فيه حلو جامد قوي، وهنسقيهم بمية سخنة. واول لما يتشرب المية بتاعته هنقوم نوطي عليه دمعة العين زي ما انت شايفة كده، او توطية على الاخر، اخر حاجة عندك في البوتاجاز. تمام. عفوا يا جماعة، عندي دور برد شديد. انت شايفة اهوت مفيش مية الا حاجة بسيطة جدا. ونغطي ونسيبها بقى ايه لما تستوي سوا حلو. بعد كده نخش على حلة ونحط فيها مية ونسيبها لما تغلي. وبعد كده نحط معلقة الملح وننزل بالمكرونة. المكرونة دي بقى زي ما انت عايزة: مكرونة سباكيتي، مكرونة قلم، مكرونة مقصوصة، مكرونة خواتم، اللي انت حابة تحطيه حطيه، المرجح عندك حابة تحطيه. بس انا بحط بتاع المحلات. تمام كده اهوت المكرونة بتاعتهم. ونحط بعد كده شوية زيت صغيرين على المكرونة بتاع معلقة زيت. ليه؟ عشان معلقة الزيت ديت هتخش بين المكرونات وبعضها هتبقى مفلفلة معاكي، مش هتبقى معجنة. لان انتي هتركني المكرونة على جنب وتغرفي زي المحلات. تمام كده اهوت. والمكرونة مش هنسويها تسوية جامدة، 3/4 سوا. بعد كده هنجيب العيش بتاعنا الشامي. هو بيتعمل بعيش شامي يا جماعة، او العيش السوري، او الرقيقات ديت علشان تبقى مقرمشة. ونقطعها التقطيعة اللي انتي حباها، في تقطيع عشوائي، في تقطيع بالمقص اللي انتي بتحكمي في مقدرة اللقمة قد ايه. انا اديتك 3 حاجات. تاني حاجة نحط الوك على النار ونسيبه لما الزيت يسخن بتاعنا علشان ما يشربش العيش، ما يشربش
الزيت ويبقى تحس اللي هو تقيل على معدتك، لا، اصبري لما الزيت يتقدح، وبعد كده يعني يتقدح يعني يبقى سخن قوي او بيغلي، بس مش اللي هو يتحرق. يعني احنا هنعمل تيست للرغيف، اول ما يبدأ يتحمر تنزلي بقية العيش كلها وتطلعيه كله لون واحد ذهبي زي ما انت شفتي كده. ونيجي للبصل بتاعنا نقطعه جوليان او جوانح او عصافير زي ما انت حابه الاسم. هنحط معلقه نشا او معلقتين نشا لو كميه كبيره، ونحيقه تحييقه الملح بتاعته ونقلبه. وبرضك نروح على الوك بتاعنا او الطاسه ونعمل تيست او اختبار. هنحط البصلايه، عملت معاكي اللون الشكل دوت، انزلي على طول بالبصل بتاعك. ليه؟ لان الزيت بتاعنا مقدوح او سخن، او زي ما انتي عارفة في اي دولة من الدول بتاعتنا الحبايب. تمام، ونسيبه لما يحمر تحميرة اللون الذهبي زي ما انتي هتشوفي. احنا هنقلبه تقليبة دلوقتي خفيفة. النشا ما بيخليش البصل يلزق في بعضه حتى لو سبتيه شوية على جنب. زي ما انتي شفتي كده البصلة طالعة ببصلتها ولونها ذهبي وشكلها حلو جدا. نيجي للدقة بتاعتنا، هنقطع طماطم، هنقطع فلفل شرايح رفيعة والطماطم نفس النظام، ونحط معلقة الثوم ومعلقة الكمون وحبة الخل وشوية وعصرة ليمونة، ونقلبها التقليبة دي ونسيبهم مع بعض اللي هم ايه، التومة تاخد من الخل ومن الليمون وتبقى طعمها حلو. هنيجي تاني معلقة التوم، الكشري هو روح الثوم والكمون والكزبرة والخل عشان تحسي ان انتي بتاكلي الكشري طعمه حلو، والليمون. تمام، مش مفيش ليمون مش مشكلة، بس اساسه الخل. تمام كده. وادي الدقة بتاعتنا، ننزل بعد كده بشوية مية دافيين. والله ما سخنتيش مية، ممكن تحطي مية عادي، بس المهم تكون مية يعني من الفلتر او حاجة زي كده علشان ما تعملش غازات معاكي. تمام. وادي الدقة بتاعتنا بقى لونها اصفر وجميلة اهوت، لان احنا بنمشي بالحاجة بالخطوات هيطلع معاكي كشري ناجح. تمام. وادي الصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت، وادي ادي احنا عملنا الكشري بتاعنا بأقل التكلفة، مش هيكلفك كتير. عايزة اقولك بالصحة والهنا على قلبك، وما تنسيش في لايك وشير، وطالبين مني الحاجة الحلوة، واستنوا الفيديو الجاي على الحاجة الحلوة هنزلها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.